السلام عليكم. تلميح جديد من البوليزاريو الإرهابية بخصوص التفجيرات اللي وقعت في مدينة السمارة بالصحراء المغربية وموقف الجزائر. غادي نشوفوا دور إيران فيما يحدث بين البوليزاريو والمغرب، وهل انطلقت فعلا التفجيرات من موريتانيا كما روج لها، ثم غنشوفوا الرد ديال المغرب اللي كيوجد للحرب ضد العدو. إذا بدات الشبهات حول وقوف جبهة البوليزاريو الانفصالية وراء التفجيرات اللي وقعت بمدينة السمارة في الصحراء المغربية يوم السبت الماضي، واللي خلفات كيف كنعرفوا جميع قتيل و3 مصابين. إذن فكاينة مؤشرات جديدة، من بينها عدم نفي البوليزاريو للواقعة، خصوصا من بعد ذاك البلاغ الذي نشرته في اليوم الموالي للتفجيرات وتحدثت فيه عن قيامها بالهجمات، يعني واعترفت بداك الشيء اللي دارت. كذلك كاين تصريح ديال الممثل ديالها في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء اللي قال إنه ليس سرا إننا في حالة حرب، يعني مع المغرب كاينه حرب، وان المغرب ما بغاش يعترف بهذا الشيء هذا. وقالت منابر اعلاميه مواليه لجبهه البوليزاريو ان التصريح ديال هذا الممثل هذا في الامم المتحده فيه واحد الاشاره اللي هي واضحه ومباشره الى ان التفجيرات اللي وقعت بمدينه السماره راه يعني كتدخل في اطار الحرب الدائرة بين الجبهة الانفصالية والمغرب بالصحراء، وهذا اللي كيزيد يأكد التورط ديال البوليزاريو في قتل هذا المواطن المدني وإصابة الآخرين. وهذا العمل هذا فلازم من الجامعة ديال الدول العربية أنها تدينه وتاخذ واحد الموقف ضد الجبهة الانفصالية. كذلك لازم للمنتظم الدولي يعرف حقيقة هذا النظام الإرهابي وعربه الجزائر المدعومة بدورها من طرف حزب الله اللبناني، وهذه نقطة اللي هي مهمة. حزب الله الذي يوالي إيران، إذن فمن الممكن جدا أن تكون إيران وراء ما يحدث، ولا نستبعد يعني إمداد الجبهة بأسلحة جديدة أو أجهزة اللي كتشوش على الرادارات اللي ما قدروش يفهموا أشنو واقع. إذن أشنو تغير اليوم بالنسبة للجبهة؟ إذن فهذه النقطة هذه أو هذه الطريقة اللي استعملوا فهي كتشبه الطريقة اللي استعملتها كتائب القسام بإسرائيل، غير أن الجبهة الانفصالية فهم جبناء وغادي يخافوا أنهم يتجاوزوا ذاك الجدار الأمني، لذلك فهم تيضربوا وتيهربوا. أما فيما يخص أن الجزائر لم ترضى على ما فعلته البوليزاريو هذا مجرد كلام فارغ، فهي بالفرحات عليها وما كرهاتش أن البوليزاريو وتدخل المغرب، راه هي عارفة هادشي هذا وهي اللي كتدعم. أما الأخبار الأخرى واللي هي رائجة إعلاميا بأن هذه الهجمات هذه جات من الأراضي الموريتانية، من فوق التراب الموريتاني، فهي غير صحيحة وما عندها يعني حتى علاقة مع موريتانيا. يعني ديك التفجيرات ما عندها علاقة مع موريتانيا نهائيا، فقط هما تيقلبوا على أنهم يورطوا المغرب مع موريتانيا وشيطنتها لخلق واحد الأزمة بين المغرب وبين موريتانيا اللي هي المنفذ الوحيد نحو دول ديال إفريقيا في الجنوب. ولكن المغرب أذكى من أن يعني يضحك عليه. فالزيارة الرسمية اللي قام بها محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، الزيارة اللي قام بها لموريتانيا أكدت هذا الأمر هذا، وأنه راه موريتانيا ما عندها علاقة، وكتبقى الفرضية ديال الخونات الداخل اللي ساعدوا الجبهة الانفصالية وما قامت به، أمر اللي هو ممكن جدا كما سبق وقالها المرحوم الحسن الثاني: لولا خونة الداخل لما تجرأ علينا عدو الخارج. على أي حال فالمغرب أكد بأن ديك التفجيرات اللي وقعت كان المصدر ديالها خارجي، وبالتالي تبقى جبهة البوليزاريو الانفصالية هي المشتبه فيها الرئيسي والأول، ولا سيما أن القادة ديالها سبق وهدوا بنقل المعركة يعني من الحدود إلى داخل المدن المغربية في الصحراء بعدما فشلت كافة مساعيهم في المواجهة الميدانية أمام الجدار
الأمني. إذا لهذا فالمغرب يجدد ويقوي الترسانة الحربية ديالو والدفاعية ديالو والأسلحة حسب صحيفة ديفنس ويب المتخصصة في الأخبار ديال التسلح. شنو قالت أن المغرب تيدرس حاليا اقتناء أسلحة جديدة من سويسرا التي أصبحت الأسلحة ديالها الدفاعية تنافسية في سوق السلاح في العالم، وأشارت إلى أن الاهتمام قد ينصب بالخصوص على المدرعة العسكرية السويسرية من طراز بيرانها. وأضافت الصحيفة بأن وفد من سويسرا ترأسه وزير الاقتصاد السويسري سبق أن زار المغرب مطلع الشهر الماضي والتقى بعدد من المسؤولين المغاربة وعلى رأسهم وزير الاقتصاد المغربي رياض مزور، بحيث كان هذا اللقاء فرصة لناقشوا فيها يعني الطرفان بجوج العديد من الشراكات الاقتصادية. وقد زار هذا الوفد مصنع للطيران بالمغرب، لذلك فالمغرب قد يلجأ إلى سويسرا لاقتناء أسلحة جديدة يعني في القريب العاجل لتعويض العديد من الأسلحة الأخرى كالمدرعات والمدافع في ظل التحديث الذي تجريه المملكة المغربية لترسانتها العسكرية في السنوات الأخيرة، علما أن آخر الصفقات اللي تدخل في مجال التسليح بين المغرب وسويسرا كانت في عام 2005. وكشف مشروع المالية لسنة 2024 عن تخصيص المغرب 128 مليار ديال الدرهم لقطاع الدفاع بهدف اقتناء وإصلاح معدات ديال القوات المسلحة الملكية المغربية، مما يرفع الميزانية هذه السنة ب4 مليارات ديال الدرهم مقارنة بسنة 2023. وأدت التحولات لكينا يعني تحولات سياسية وأمنية في المنطقة في هذه السنوات الأخيرة دور في دفع المغرب نحو الرفع من الميزانية المخصصة للدفاع من أجل الحصول على ترسانة عسكرية قوية قادرة على التعامل مع كافة التحديات الأمنية، ولا سيما بعد عودة المناوشات العسكرية اللي كتقوم بها هذه الميليشيات ديال جبهة البوليزاريو الانفصالية الإرهابية في الصحراء المغربية، كما أن التهديدات المستمرة بشأن الصراع مع الجزائر بالمنطقة كيبقى هاجسا كيدفع المغرب إلى تقوية ترسانته العسكرية، لأنه ما كيتيقش في هذا الجارة في هذا العدو الكلاسيكي، خاصة أن القيادات الجزائرية سبق أن لوحوا يعني ما مرة بتصريحات إلى يعني الحرب بسبب هذه القضية هذه ديال الصحراء التي تعتبر هي مصدر التوتر بين المغرب والجزائر. يعني راهما ما كرهوش أن ياخذوا الصحراء، عينيهم على الطبق وعلى منزق، يعني هما اللي يعني دايرين هادشي كامل، هادشي ديال الجبهة. اما راه حنايا ما فراسناش وغضبات الجزائر على البوليزاريو ان الاعلام ديالها ما هضرش في هذا الموضوع هذا، داكشي كله جاي من الفوق وهما عارفين، يعني راه الشاده والفاده تعرفوها هما، ما يمكنش ليهم يعني ما يعرفوش اشنو طرا، بالعكس هما راه فرحانين لهادشي هذا، فما نكونوش غالطين. اذا فوالا راه المغرب ما منع الشيء، القوات المسلحه المغربيه راه هي الان في الحدود، راه هي كتراقب باش غادي يشوفوا يعني شنو وقع بالضبط، حتى ما شافوش يعني هذيك المتفجرات اللي دازت ووصلت حتى لمدينه سماره. يعني التحقيقات مازال جاريه وحنا غادي نعرفوا اشنو كاين بالضبط. وهنايا المغرب راه هو حالف ما غادي يتفاك، يعني الرد غادي يكون قاسي وموجع وغيكون في الوقت المناسب. حنا كنعرفوا الدبلوماسيه المغربيه الحنكه ديالها وكيفاش انها تطريت، لانه انك تجي يعني وتهيج هكذا ودير واحد التصرف اللي غتندم عليه في الاخير، لا، لان فالدبلوماسيه المغربيه معروفه يعني بالتريث ديالها، ريتما تبان الامور وتبان وتوضح، يعني بحال اللي وقع في الكركارات خلاهم يعني حتى تبت عليهم بالحجه والدليل انهم هما اللي غالطين، وديك الساعه باش المنظمه الدولي يوقف معهم الامم المتحده الكل يعني يكون شاهد، تيشهد عليهم العالم، كيشهد عليهم العالم. وديك الساعه منين تيضرب تتكون ضربه قويه، ضربه واحده
ما يعاودهاش معاهم، بحال اللي قلت لكم، بحال اللي وقع في الكركارات، ابداو هربانين، خلاو غير الصبابط ديالهم بحال الفيران. اذا فين هي تصدع الراس؟ فين هذيك الساعه الجزائر ما تقدرش تكلم، ما تقدرش تكلم نهائيا، وإلا تكلمات راه عارفه راسها شنو غادي يكون، والمغرب راه عارفه الحلفاء ديالو شكون اللي غادي يكون معاه. اما هي راه متعولش على روسيا، روسيا راه غير الهضره بحرا مكافيه مع مشاكلها الداخليه ومشاكلها الخارجيه، الحرب ديالها مع اوكرانيا والقضايا ديالها اللي عندها في سوريا الى اخره. اذا راه يعني راه الامر كيختلف، راه ملي كتوقع كتجي الضربه في الراس راه كيولي يا راسي يا راسي، وكيولي اللي عنده شي يبان. اذا انتم كتشوفوا اليوم اسرائيل شكون اللي واقف معها، اذا كذلك ومثال، راه لو وقعت شي حاجه المغرب راه هاد الناس اللي واقفين مع اسرائيل هما اللي غيوقفوا معاه. اذا شوفوا اسرائيل شنو دارت. اذا راه بين الامور بلا ما غادي احنا ما كنبغيوش يعني نخوضوا في هذا الامر هذا ونحاولوا نوقعوا. بالعكس حنايا بلدين اللي هما شقيقان، تمنينا لو ان الامور كانت رجعت الى مجاريها وتصفى القلوب كما تنقولوا، ولكن الغدر هو شيمة هاد الناس هادو، لذلك فالمغرب يحتاطوا من التعامل معهم. وهذه الضربة هذه اللي جات يعني من عند البوليزاريو، المغرب ما غاديش ينساها. فوالا، بهذا انهي الفيديو. كنتمنى انكم تبارطاجيو وانكم تخليو لي حتى الاراء ديالكم في هذه المواضيع كامله اللي تكلمنا عليها، لا على ايران ولا على موريتانيا ولا على يعني حزب الله الى اخره، وكذلك الجزائر والموقف ديالها اللي تكلموا عليه. يعني راه هي ما راضياش على هذا الشيء، وبخات البوليزاريو راه غير بعض العناصر اللي داروا هذا الشيء الى اخره. واش هذا الشيء هذا ممكن او غير ممكن؟ علما ان الممثل شنو قال في الامم المتحده، يعني شنو قال، يعني كاينه امور اللي هي فيها واحد التناقضات اللي هي عديده، ولكن الامر هو باين. واخا يكون الانسان عما ما تيشوفش وما متابعش القضايا السياسيه وما فاهمش الامور، هو غادي يفهم هذا الامر هذا ومنين جايه الضربه. اذا فوالا، بهذا انهي الفيديو. بسلام عليكم.